الفترة اللي فاتت الدولار نزل في السوق السوداء بشكل كبير، وطبعا كلنا فرحنا وقلنا الأسعار هتنزل والمواطن الغلبان هيعرف يعيش وأموره تمام. لكن اتفاجئنا بحاجة غريبة، إن الأسعار ما نزلتش خالص. طب ده معناه إيه؟ معناه إن هو نزول وهمي. طب إحنا إمتى النزول يبقى حقيقي وإمتى نقدر نقضي على السوق السوداء؟ هنقدر نقضي على السوق السوداء في حالة واحدة بس، ان احنا نقدر نوفره في البنك بالسعر الرسمي. طيب الدولة دلوقتي متجهة للتعويم غصب عنها اجباري عشان تقدر تاخد الدفعة بتاع القرض الجديد. تمام. وقالوا ان التعويم في خلال ايام هيكون بين 45 جنيه ل 48 جنيه في البنك. طيب هل الدولة هتقدر توفره بالسعر ده؟ لو ما قدرتش توفره معناها السوق السوداء هيوصل ل 100 جنيه وزيادة. فاحنا مش هنضحك على بعض، ولا يعني في ناس كتير بتتضايق من كلامي وبتزعل، لكن هي دي الحقيقة وده الواقع اللي احنا عايشينه. احنا مش هنطلع نكذب على الناس ولا نطلع نجمل بالكذب. والناس اللي شايفة واحنا في الوضع ده شايفة ان الخير جاي، حضرتك لازم تروح تتعالج. مش هنضحك على الناس ونكذب عليها. فالدولة لو قدرت توفر الدولار في البنك للمواطن معناها هتقضي على السوق السوداء. ما وفرتوش يبقى هيتعوم على 45 ولا 50 في البنك، وهيبقى بره في السوق السوداء معدي ال100. هي دي الحقيقة، تاخدها ولا تلوحها.